ناس كتير زي البصل، قشرة ورا قشرة وابكي يا قلبي على عشرة. النهارده هعلمكم كذا طريقة لتقطيع البصل من غير دموع، وكمان هنخزنه بثلاث طرق. بس مش هبدأ غير لما تقولوا لي سلم ايديك. فين الكومنتات؟ يلا شجعوني كده زي ما بشجعكم. أول حاجة بجيب البصل يا جماعة رخيص دلوقتي. أول بقى طريقة بشيل بقى الحتة اللي فوق وكمان الحتة اللي تحت، شايفين؟ بس خلي بالكم ما تاكلوش نص البصلاية فيها. وبعد كده من القشرة كده هعمل بقى ايه فتحة صغيرة، ومن ظهر السكينة هبدأ كده أشيل القشرة اللي فوق، وشايفين بقت نضيفة وزي الفل ما كمّلتش 10 ثواني. تاني طريقة برضه هاشيل الحتّة اللي فوق والحتّة اللي تحت وأعملها معاملة البرتقانة، هابدأ أعمل لها كده 3، 4 فتحات من القشرة. هتقولوا لي ليه؟ هاقول لكم علشان هادخّل السكينة وبُصّوا القشرة نزلت في 3 ثواني. إيه رأيكم؟ بعد كده هاخد بقى البصل ولازم يتغسل علشان بيبقى فيه مادة سودا كده، المادة دي خطر يا جماعة وسامة. بعد كده بقى أمّا أغسله أبدأ كده إيه أنضّفه كويس جدًا. شايفين المَيّة بقت مش حلوة إزاي؟ شايفين البصل شكله بجد جميل أوي، أنا من محبّي البصل. أول بقى طريقة هامسك كده البصلاية وأبدأ كده إيه، أقطّع البصلاية إيه 4، 5، 6، 7 قطع على حسب الكبّة بتاعتِك. هتقولوا لي اشمعنى الكبّة؟ هاقول لكم علشان هاخده كده في الكبّة وهابدأ أفرمه. أول فرمة أو أول تخزين هاخزّنه فيه علشان يكون الفرم ناعم جدًا، جدًا يا جماعة. شايفين لازم كده يكون ناعم أوي. ده بقى أستخدمه في الكفتة، ده أستخدمه في تتبيلة فراخ، في تتبيلة لحمة، في تتبيلة بوفتيك بانيه، أي حاجة. يبقى دي الطريقة الأولى. طب هتقولوا لي هنحط زيت، هنحط حاجة؟ هاقول لكم لأ، مش هنحط أي حاجة، هو البصل كده ويقعد معاكِ شهور يا جماعة. بُصّوا بقى هابدأ كده أفرده، وكده دي أول إيه، أول طريقة تخزين، ينفعكم أوي في شهر رمضان وفي الصيام الكبير. تاني بقى طريقة باخد كده البصلاية وأقطّعها كده إيه نُصّين، وبابدأ كده النُصّين أبدأ أقطّعها إيه جوليان زي ما أنتم شايفين، أو إيه، أو شرايح تكون خفيفة. طيب دي بقى باستخدمها في إيه؟ ممكن أستخدمها في الكشري، ممكن أستخدمها كده في صينية بطاطس، ممكن أستخدمها في السلطات، بس السلطات يُفضّل البصل الفريش. طيب أنا بقى هاخد بقى البصل ده لمّا أخزّنه أستخدمه على طول والّا أسيبه يفُك؟ لازم يا جماعة نستخدمه على طول، أطلّعه من الفريزر يستخدم على طول، اوعوا كده تسيبوه. لو سِبتوه ريحته كده هتبقى وِحشة، وكمان هيطلّع إيه، مش هيطلّع أفضل أداء. بعد كده بابدأ كده أحطّه وأفرّطه كده وأحطّه كده في الكيس التلاجة، وأبدأ كده أشيل الهوا من جوّاه وأقفله قفلة كويسة، والحتّة اللي فوق أقطعها. دي تاني طريقة. تالت بقى طريقة هابدأ كده آخد بقى البصلة النُصّين كده، وآخد كده كل نُص وأضغط كده على النُص ده، وأبدأ كده أعمل لها شرايح بس من غير ما البصلة تنفصل، وأعمل لها شريحتين كده في النُص وأبدأ كده أقطّعها. بُصّوا دي شبه الطريقة الأولى، بس دي طريقة خِشنة شوية. دي بقى لو عاوزين تسبّكوا حاجة، تعملوا شوية مكرونة كده بالبصل، تعملوا كده لو أنتم بس مثلًا بتتبّلوا فراخ وبتحبوا التتبيلة تبقى البصل فيها إيه، قطع كده حلوة، يبقى الطريقة دي هتنفعكم. برضه باخزّنه من غير أي حاجة. طيب قولوا لي لو مركّزين، أنا قُلت لكم وإحنا بنقشّر البصلة، باقشّرها زي التفاحة والّا زي البرتقانة؟ يالّا عايزكم كده إيه مركّزين معايا، كل يوم في سؤال، زي فوازير رمضان. هابدأ كده إيه، برضه أقفله وأشيل الهوا اللي جوّاه وأشيل الحتّة دي. بعد كده عملت بقى إيه، خزّنت البصل ب3 طُرق هينفعكم جدًا. كل سنة وأنتم طيبين، كان معاكم الشيف أبانوب.